اخواتي اللي بحبهم وقسما بالله انا طالع في الفيديو ده وعايز الفيديو ده يتشير وعايز الفيديو ده كل الناس تشوفه. مبدئيا كده انا بحمد ربنا على اللي انا فيه، بحمد ربنا على اللي انا فيه. مش ممكن لو عندي دكان الرزق ما يجيليش في الدكان قد ما بيجيلي في الشارع. الشارع ده مصدر اكل عيشي. وبعدين في حاجه جميله قوي، في حاجه جميله قوي انا مبسوط بيها. ناس بتجيلي من جميع الفئات، فئه عاليه وفئه متوسطه وفئه عاديه، وكلها على الله. وربنا بيرزق كل من كان. رزقك هيجيلك هيجيلك، سواء لو كنت في دكان وسواء لو كنت في شارع وبترابيزة وبلاب. صح ولا غلط؟ رزقك هيجيلك هيجيلك مهما تعافر ومهما تحارب. مش ممكن لما اخد دكان ولا اجر دكان ب5000 جنيه ولا ب10000 جنيه ما اعملش ربعهم. صح ولا غلط؟ لكن ربنا بيبارك في القعدة بتاعت اللي في الشارع باللاب. عملت 100، ما عملتش، محدش ليه حاجة عندي، ملك نفسي. ولا حد يتعوج عليا، ولا حد يقول لي انت عملت، ولا حد يقول لي انت ما عملتش، ولا. شغال على الله. اللي ربنا بيقسمني بيه بطلع بيه، يوم فيه ويوم لا. ومبقولش الناس لا، وبشكر الزباين المحترمة، الزباين المحترمة اللي بتجيلي من كل حتة. والزباين اللي بتكلمني في التليفون، حضر لي الفلاشة دي عليها مسلسلات، حضر لي دي مش عارف عليها اغاني، حضر لي دي عليها افلام. يعني الزباين دول بياكلوني عيش، وانا بشكر اي حد، اي حد ياكلني عيش. واكل العيش ده يعني فخر ليا، هفضل بيه لمدى الحياة. ربك بيبارك في القليل، لكن الكتير ما بتحسش بيه. وانا راضي بالقليل، وعمري ما هطمع في اكتر من اللي انا ربنا يقسمهولي. بس هو دي رسالتي، واشكر الزباين المحترمة اللي معايا على طول ومتابعين. اسلام فانت بيحبكم، انتظروني في كل جديد. يا جماعة انا عايز اقول لكم حاجة. ان كان ناس ليه رزقه، الدكتور ليه رزقه، الضابط ليه رزقه، العامل ليه رزقه، الميكانيكي ليه رزقه، الفرنجي ليه رزقه، المطعمي ليه رزقه. كل واحد وليه رزقه. مهما تحارب ومهما تجيبها شمال ولا يمين، رزقك هتاخده هتاخده. اخواتي